يا اهلا بنات، عندي دبابيس فراخ. هعمل لها تتبيله بسيطه واشويها واعمل معاها رز مبهر وخضار. هضيف عليها توم مهروس، عصير ليمون، الملح، فلفل، زعتر بري. خليني اشيل الورق كده. اوكي، شويه من السبع بهارات، شويه زيت زيتون، وعندي دي بهارات إيطالية بس حمضية شوية، بتعطي طعم حلو قوي. وشوية بابريكا. أضيف شوية كمان من دبس الرمان أو صويا صوص حلوة أو معتدلة، تعطي طعم لذيذ. وهقلبهم مع بعض وأخليها تتبل. سيبها كام ساعة كده وبعدين أشويهم وأحضر معاكم رز خضار أي شيء بقى جنبه. تبلتهم انا يمكن حوالي 3 ساعات، وبعدين انا هحطهم كده في صينيه. هضيف عليهم كمان التتبيله. قطع الليمون برضو شويها كده معاهم. دخلهم الفرن او الاير فراير مكشوفين لحد ما يستوي ويتحمروا. احطهم في القلايه الهوائيه. استخدم قلايه اديسون من السيف جاليري على حراره 245 دقيقه. هعمل شوية رز مبهر، رز بالبهارات بيطلع حلو قوي. ده رز مصري مغسول ومتصفي. حطيت طبعا زيت مع سمنة، وهضيف عليه دلوقتي البهارات. هضيف فلفل اسود، وهضيف شوية كركم، شوية بابريكا، شوية من السبع بهارات، ومكعب مرق. وهقلبهم لحد ما الرز يسخن مع البهارات ويتغلب. الرز كده اتحمص واتغلف بالبهارات وبالسمنة مع الزيت. هضيف كمان رشة ملح صغيرة لأن مكعب المرق بيكون مالح. وأضيف عليه مية مغلية وأغطيه على الرز كده على نار خفيفة. يكمل طبخ. أجيبكم من الرز شوفوا. الأفراد والله أنا بتاخد نص ساعة. أنا قلت إن أنا أحط 45 دقيقة، هي نص ساعة بقت يعني بيرفكت.
الفراخ شوفوا مستويه، عشان اللي بيقولوا الفراخ ازاي تستوي وهي مكشوفه، بتستوي، ما بتاخدش وقت اصلا.